ما يعدل ترابك ثمن خاطري، يعشق حروفك يا يمن. غالية ما يعدل ترابك ثمن عالية، أمجادك بطول الزمن يا فخار يا يمن. وصل العروبة كلها خاطري، يعشق حروفك على ذلك يا وبإذن الله يمن. لن يتركوهم. الآن أستقبل اتصال مع الأستاذ فهد طالب الشرفي الناشط السياسي وهو من أبناء الصعدة. أستاذ فهد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ فهد، لعلك سمعت ما دار بيني وبين من سبق. سمعت ما دار بينك وبين الأخ المتصل العزيز الذي ألج صدري بما طرح من أطروحات طيبة، نسأل الله أن يجعلها في حسناته وحسناتكم. آمين. وأشكر لكم ولهذه القناة وكل القنوات التي تسلط الأضواء على ما يجري في اليمن وما يجري في صعدة وما جرى في دماج على وجه الخصوص. ومن هذا المنطلق أود أن أطرح عليكم رؤيتي. أنا أرى بأن ما يجري في اليمن هي مؤامرة لإسقاط اليمن. العدوان الذي بدأه الحوثي في يونيو 2004 عدوان همجيا بربريا عنصريا يستهدف الجميع، عدوانا لم يتوقف عند أحد، الذي هجر أبناء صعدة والذي فجر الحروب والذي دمر كل البنية التحتية في صعدة والذي قضى على التهميش السلمي الذي كانت تعيشه هذه المحافظة التي تعتبر محافظة تتواجد فيها مختلف المدارس الدينية والمدارس الدعوية على اختلاف مذاهبها ومشاربها، حتى أتى هذا المشروع الإيراني. هذا المشروع الذي بدأ 2004 وتجرع مئات الآلاف من أبناء صعدة مرارته ومعاناته للأسف الشديد لم يعطى الاهتمام اللازم من قبل الأنظمة ومن قبل الشعوب في منطقة الخليج العربي. كوننا في بوتقة واحدة وعلى سفينة واحدة مستهدفون لأننا هنا ومستهدفون لأننا منكم، وأنتم أيضا يجب أن تكونوا بمستوى المسؤولية. ما حدث في دماج اليوم هي ثمرة لمرحلة من العمل الذي ترعاه إيران وتموله بتمويل سخي وتخطط له سياسيا وعسكريا، وأيضا توفر له حتى الغطاء الدولي. لا يخفى على أحد التقارب الأمريكي الإيراني، وهو ليس تقارب إنما كشف الستار عن التحالف. إذا هذا التحالف ما الذي أعد دول المنطقة؟ ما الذي أعد قادة المسلمين وخصوصا في الجزيرة العربية؟ هل لدى هؤلاء استراتيجية لمواجهة هذه الخطة التي تريد أن تسقطنا جميعا؟ أنا أتمنى عليكم وعلى كل القنوات التي تتبنى هذه القضية أن تنطلق من منطلقات وطنية. لا بأس أن ننطلق من منطلقات فقهية وشرعية فيما يخص إخواننا أهل السنة. نعم، أهل السنة مستهدفون والسنة مستهدفة، لكن ذلك مدخلا لاستهداف الأوطان. أهل السنة هم خير من يحافظ على الأوطان. لو راجعنا حساباتنا لوجدنا أن هؤلاء الطلاب السلفيين هم أكثر الناس طوعا لولاة الأمور، هم أكثر الناس عناصر قوة للدولة التي يحلون فيها، ولذلك هم أدوات صلاح وأدوات إعمار وأدوات تهدئة وأدوات تزكيف للمجتمع بثقافة الطاعة وبثقافة المناصحة وبثقافة الإصلاح وعدم ولذلك القضاء على هؤلاء هو أو محاولة القضاء على هؤلاء هو من أجل تكريس أفكار جديدة، أفكار الخروج وأفكار الموت. هؤلاء الحوثيون يرفعون شعار الموت. هذا الموت الذي ترعاه أمريكا هو ليس موتا لأمريكا، هو موتا لنا ترعاه أمريكا. وهذا الحاصل أن يؤسفني بأن التهجير الذي بدأ منذ 2004 كان يعني بطابع آخر غير التهجير الذي حصل في دماج. ما حصل في دماج رعته الدولة، رعاه عبد ربه منصور هادي، هذا الرجل الذي انتخبناه وامتنع الحوثيين عن انتخابه. نحن نعاتبه. لماذا؟ أهل دماج عندما كتبوا ورقتهم، عندما الشيخ العلامة المحدث يحيى بن علي الحجوري انطلق من منطلق شرعي في طاعته وأرسل له بيان أو أرسل له ورقة الولاء والطاعة وبأننا نفوض في اتخاذ القرار بعد أن كانوا تحت الحصار والتجويع والقنص والإرهاب لمدة عامين. الثلاثة الأشهر الأخيرة ليست إلا اشتداد للموقف.
أبناء دماج محاصرون منذ فبراير 2011 فيما سمي بالثورة. أسقطت صعدة لصالح الحوثي في إطار هذه الثورة، ولذلك فأبناء دماج عندما أعلنوها وعندما صدقوا القول بالعمل وقالوا طاعة لولاة الأمور نحن نفوضهم في قضية دماج، هل هذا مآلهم أن يتم إخراجهم من بيوتهم ومساجدهم ومدارسهم؟ هذا الشكل الذي يعد وصمة عار في تاريخ وفي جميع الشعب اليمني. وأنا أعتقد أن الشعب نعم. أستاذ فهد، أعجبني كلام كثير، لكن بالأمس سمعت كلمة لأحد الناشطين يقول ما حصل هو عبارة عن أن السابق كان ترحيل بالتجزئة والآن أصبح ترحيل بالجبنة، فأنت ترى هذا الكلام أيضا؟ أنا أرى هذا الكلام، وأرى أن ما كان يحصل من ترحيل كان الناس يهاجرون نظرا لمواقف حربية عندما كانت الدولة تواجه تمرد، وعندما كانت هناك خيانات لصالح إيران بعض القادة العسكريين كان الناس يضطرون إلى الهجرة. الحوثيين كانوا في وقت المصالحات والتهدئات التي كانت تضغط أجلها أمريكا. اليوم كنا بالأمس لا نعرف العدو، أما اليوم فقد أصبحنا نعرف أن العدو هو الذي كان يضغط على النظام السابق بأن يوقف الحروب، لكنه الآن أصبح الأمر مختلف كثيرا، لأن القرار السياسي في اليمن فقد يمنيته وفقد عروبته وفقد إسلامه. يعني عندما نحس بأن هذا القرار أصبح قرارا أمريكيا بتهجير أبناء دماج، طيب. ماذا يعني يا أخي تهجيرهم إلى العاصمة؟ هؤلاء الذين شيطنتهم وسائل الإعلام الكاذبة المفترجة التي كانت تنقل حاجة كاذبة عن أبناء دماج المسالمين، ها هم الآن في صنعاء. لماذا لا يذهبون إليهم ليحدثون هؤلاء؟ هل هؤلاء تكفيريون كما تردد القنوات الحوثية والقنوات الإيرانية؟ أين الشعب اليمني من هذا الموقف؟ أين الحكومة اليمنية؟ أين الأحزاب اليمنية؟ والله إن سكتوا أنا لا أريد أن تكون برامجكم ماذا بعد التهجير، ماذا بعد تهجير. ما يجب أن نتوقف عند هذه النقطة، يجب أن نتوقف عند نقطة تهجير دماج، نجعل منها منطلقا لوعي شعبي يمني إسلامي وطني نحاول فيه لما شمل شتات كل اليمنيين اللي مواجهين هذا المشروع الذي لا يرحم أحد. أستاذ فهد، هذا البرنامج إنما وضع لمثل ما قلت، لكن دعني أسألك سؤال يدور في ذهني: هل الحوثيين أو جماعة الحوثي هم حمقى إلى درجة أنهم يصنعون العداوات في مركز يحمل جميع أطياف الشعب اليمني، أم أن هناك من يقف معهم ويشجعهم ويقول لهم لا تأبهوا بما وراء ذلك؟ أنا والله يا أخي أعتقد أن حركة الحوثي هي عبارة عن مقاول، يعني هو عبارة عن مقاول للدماء، هو قاتل مأجور لا يحسب العواقب، يغرر بالناس ويستفيد من الأوضاع والصراعات الموجودة في البلد، وأيضا ينطلق من إرث وتراكم تاريخي، يحاول الاستفادة من التراكم التاريخي للمذهب الزيدي والولاء لآل البيت، ويدجن على الناس بأن أهل البيت مستهدفون وأن عقائدهم مستهدفة، بينما هذا الكلام زائف واقعي ويدركه كل عقلاء الهاشميين في اليمن الذين يتوزعون على كل الأحزاب والمنظمات وموجودون في كل الوزارات أصحاب العقائد السوية، لكن هذا هو مقاول للقتل. ولذلك أنا أتهم اتهاما صريحا يعني جمال بن عمر هذا المبعوث الأممي الذي زار صعدة أثناء الحصار السابق ثم زار صعدة قبل الحصار الحالي، هذا الرجل الذي يقابل الحوثي بينما لم يقابل أبناء صعدة مختلف طوائفهم وشرائعهم، هذا الرجل الذي منح أبناء صعدة المكلومين والمظلومين والمهجرين آباء الشهداء وأبناء الشهداء منعهم من دخول الحوار الوطني حتى لا يمثلوا قضيتهم، هذا الرجل الذي يسعى الآن لتقسيم وشرذمة اليمن وتوزيع اليمن تحت أقاليم، وأقاليم هذه الأقاليم تكون تحت عناوين طائفية. ما يرده الآن يا أخي العزيز أن تكون هناك جغرافيا مذهبية في اليمن وفرج مذهبي وطائفي مديد. جميل. هذا الفرج الطائفي والمذهبي يعني يهدد بكارثة، يهدد النسيج الاجتماعي اليمني. أستاذ فهد، جميل هذا الكم الهائل من المعلومات الذي أعذرك فيه، فأنت صاحب رسالة تريد أن توصلها للناس، لكن ما تناولته الآن وسائل الإعلام من أن هناك مناوشات بين الجيش وبين الحوثيين في دماج بعد خروج أهل دماج. ماذا يريد الحوثي بعد خروج أهل دماج؟ هل لم ينتهي له الأمر؟ هل يريد حتى إخراج الجيش برأيك؟ أخي العزيز، نحن ظللنا منذ بداية الأزمة ومنذ سقوط مركز محافظة صعدة يعني وتسليمه في أثناء
ما سمي بالثورة الشبابية تسليمها للميليشيات الحوثية، أصبحت كل الألوية والمعسكرات والكتائب القابعة هناك في حكم الأسرى يتلقون التوجيهات من العمليات الحربية ومن وزارة الدفاع ومن الرئاسة ومن الحكومة بأنكم يجب عليكم أن تتعاملوا مع الوضع كما هو، أي أن تبقوا رهائن داخل أسوار معسكراتكم. ولذلك لا يستخدم هذه المعسكرات وهؤلاء الجنود إلا لتجميل صورته القبيحة. هو يحاول أن يوجه رسالة للعالم بأن المعسكرات موجودة، مثل حسن نصر الله عندما دعا الجيش للدخول إلى الضاحية الجنوبية. ونحن نعرف أن الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية لا يعمل شيء، وإنما يشارك في العمليات الإجرامية التي تمارسها ميليشيات حزب الله. الأمر مشابه إلى حد كبير، ولذلك هؤلاء الجنود تصويرهم في بعض القنوات المتواطئة مع الحوثي لأن هؤلاء قد استلموا المواقع في دماج. ما حصل ليس طرفان في دماج، هناك طرف معتدي أكل الأرض وأكل الخيرات ونهب كل شيء وسيطر على كل شيء وهجر كل الناس. كانت دماج هي قلعة للهدى وقلعة لنشر العلوم السنية وقلعة لنشر التوحيد والعقيدة الصافية، لكنها يجب أن ننظر لها من منظور آخر بأنها كانت آخر بقعة للنظام الجمهوري. هذا النظام الذي قام من أجل اليمنيين وضحوا في ثورة 26 من سبتمبر وتخلصوا من الحكم الإمامي البغيض من حكم السلالة العنصرية التي تدعي أن الله أرسلها لتحكم أبناء الشعب اليمني. القحطانيون اليمنيون بمختلف توجهاتهم لا يمكن أن يقبلوا يوما من الأيام أن يعودوا إلى حقبة السيف والحديد. نحن يا أخي نريد. أستاذ فهد، أشكر لك هذا الطرح الرائع، ولعلك لديك الكثير ما تطرحه، لكن نتمنى أن نلتقيك في حلقات أخرى. غالية ما يعدل ترابك ثمن خاطري، يعشق حروفك يا يمن. غالية ما يعدل ترابك ثمن عالية، أمجادك بطول الزمن يا فخار، يا يمن وصل العروبة كلها خاطري، يعشق حروفك يا يمن. غالية ما يعدل ترابك ثمن عالية، أمجادك بطول الزمن يا فخار، وصل العروبة كلها خاطري، يعشق حروفك يا يمن.